بنت حضرتك تقدم لها عريس، بس العريس دون والده بواب او عامل نظافه، رد فعل حضرتك ايه؟ ما عنديش مشكلة أبدا طالما الإنسان ده على خلق، وطالما إنسان هيحافظ على بنتي ويصونها، لأن ده شيء طبيعي جدا وده شيء من الإسلام. إذا جاءكم من ترضون دينه كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكن فتنة وفساد عظيم، أو معنى الحديث يعني. أنا طالما عندي إنسان على خلق دمث يقدر يحافظ على بنتي، ما عنديش مشكلة أبدا. لا والله عادي، مش شايفه ان الموضوع يعني مؤثر للدرجات دي. هو اهم حاجه الشخصيه، يعني لو هو كويس وكده خلاص مفيش مشاكل. انما يعني حته الوالد ومش عارف ايه والحاجات دي ما تفرقش، هو اهم حاجه الشخص يعني ذات نفسه. انما عامل نظافه او كده هي مش بتبقى حاجه تعيبه، يعني عادي. مبدئيا انا مش هتجوز والد الشخص او ان انا اخته، او اهم حاجه الشخص اللي انا هرتبط بيه او ان انا هكمل معاه بقيه مستقبلي. يعني اهم حاجه الشخص ده محترم ويتقي ربنا فيا وملتزم وكل الصفات اللي انا عايزاها فيها. والده بعد عمر طويل مش هيعيش لطول العمر. في لسه في بريطانيا واحد كان تقريبا عامل نظافه وبقى وزير في بريطانيا. المجتمع المصري عامه مجتمع بتاع مظاهر ومجتمع دايما بتاع القاب. ربما ناخد واحد يكون من عائله ويكون من نسب، لكن انا ما كنتش سعيده معاه وما كنتش مرتاحه معاه، واضطر ان يكون في انفصال او يكون في مشاكل، وده يترتب عليه ان في اسره منفكه. بص، هو عامة يعني المفروض ان انت بتحكم على الشخص اللي قدامك من خلال شخصيته هو، مش من خلال شخصية والده او قرايبه. يعني هو مثلا انا دلوقتي شخص كويس، والدي مثلا اتسجن او حصل له قضيه، او مثلا او هو بيشتغل شغلانه مش قد المقام، او الشغلانه مثلا احنا بنعملها في المجتمع يعني ان هي مش قيمه او كده، ده ما يعيبوش في حاجه، هو اصلا يعملوش ذنب في كده. والله هو لو إنسان محترم ومتميز في حياة تانية أكيد يعني مش هقول لأ. أهم حاجة إن هو يكون متعلم أخلاق. يعني الإنسان بيبقى أهم حاجة تربيته هو كشخص بصرف النظر مين اللي حواليه أو هو ابن مين. طبعا انا اوافق، لان الشخص طالما محترم وعلى خلق انا ما يبنيش مهنه، طالما مهنته شريفه خلاص موافقه جدا. هو انا برضه معاها في نفس الكلام، مهنه شريفه وكويسه كل حاجه، بس مش هوافق مش عشان رافضه يعني عشان استقلال او حاجه، لا بس بتحصل تغيرات بعدين ما الظروف ما تضمنش يعني. هو طبعا حضرتك اهم حاجه في الشخص اللي بتقدم لبنتي، يعني اهم يكون اخلاقه، يكون ذو مركز علمي، يكون ذو على خلق. اما بالنسبه للوالد او الوالده دي طبعا ما دام ما يهمنيش الوظيفه، اما طبعا لو هو في مشكله جنائيه او كده طبعا ما ينفعش، اما ما دام والده ووالدته على خلق مفيش مانع خالص. رأيي وان طبعا في مقولة بتقول اختاروا لانسابكم فان العرق دساس، لازم نتحرى الدقة في اختيار الانساب بصرف النظر عن المستوى الاقتصادي او الاجتماعي. ما يهمنيش لو ابو الوالد او ابو الشخص اللي متقدم لبنتي شخصية كويسة ومحترمة وذو سمعة كويسة وعنده انطباع كويس عن الناس، ما تفرقش معايا المهنة بتاعه، المهم الشخص اللي هيتزوج بنتي ده تكون مهنته هو نفسه كويسة. لا بصراحة هو لو انسان كويس انا موافقة عليه، لان احنا دلوقتي لما بنقول للناس انها تتطلع للاحسن، وانا عايزه ابقى ابني يبقى احسن. لو انا مش متعلمه هعلم عيالي عشان يبقوا احسن، ده مش معناه ان انا لما يجي يتجوز حد اقل منه او دون المستوى، لا يبقى احنا كده ما بننجزش، احنا ما بنطلعش لقدام، يبقى احنا كده هنرجع لورا. انا بالنسبه لي ما عنديش اي مشكله. عمر ما كانت مهنه الاب مبرر للشاب نفسه او للشخص اللي بيتقدم. ياما شفنا ابناء وزراء ودكاتره ومهندسين عملوا بلاوي كتير ومشاكل كتير. بالعكس يعني انا اللي شايفاه انه ولاد الناس البسيطه هم اللي بيكونوا متميزين جدا في المجتمع. هو عادي يعني طالما في اللي هو مش مهم اصلا اللي هو يعني المقام، اهم حاجه الصله ما بين الاثنين، المعامله الطيبه ما بين الاثنين. لو المعامله كويسه والاثنين بيحبوا بعض يبقى خلاص. ايه المشكله ان هو بدل هو يكون حد انسان كويس وانسان ملتزم دينيا وعنده يعني بالنسبه للحاجه العلميه برضو كويس، مش شاطر بقى، مش شرط يكون بقى ماجستير ودكتوراه وكده، بس حد كويس وحد اونست وحد هيراعي ربنا فيها. مش فارق بقى بابا زبال بابا وكيل نيابه، مش فارقه خالص يعني. اهم حاجه بنتي تبقى مطمنه عليها، فحد هيراعي ربنا فيها وحد دماغه مفتحه يعني، وده اكيد يعني هنقدر نحكم على الناس يعني من حاجه زي كده. طبعا انا مؤمنه ان كل الناس اسوياء، ولكن في ظل للاسف التجارب اللي احنا بنشوفها دلوقتي في الحياه والحاجات دي، الواحد بيحب يختار لابنائه سواء من البنات او الولاد افضل حد.
فبعيدا بقى عن ان احنا نتكلم في القضيه اللي هي المثاره حديثا، اذا كان حد اقل في التعليم بيتقدم لخطبه حد من مثلا من الابناء او كده، فانا والله يعني مش هقول ان انا متعارضه او متوافقه مع الموضوع قد ما انا شايفاه من النظره الواقعيه. يعني خلينا نتكلم على الواقع الواحد بيبحث لابنه او لبنته عن افضل حد فعلا يقدر يعيش مع حياه كريمه ويوفر له حياه كريمه في ظل اللي احنا بنشوفه دلوقتي. فهو الواحد ما بيتمناش اكتر من كده.